عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الخامس، أنا مروة إبراهيم ودي قناتي تعلم الدراسات أسهل. النهاردة هنتكلم على المحور الرابع، التواصل بين مصر وجيرانها. أول حاجة هبدأ بيها التواصل السياسي. هتكلم على علاقة مصر بالدول اللي حواليها سياسيا وعسكريا على مر العصور. لازم تبقى فاهم إن مصر طول الوقت كانت بتحافظ على علاقة سياسية عسكرية حلوة جدا مع جيرانها، وده عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات. المعاهدة الدولة بتعملها عشان تحمي حدودها، علشان تحافظ على الأمن، ولما تحمي حدودها وتحافظ على الأمن تنشر الرفاهية. بقى احنا طالما ما عندناش حرب هنحس ان احنا عايشين حياة حلوة وجميلة، ونبدأ نعمل مشروعات وتنمية ورفاهية. طيب ايه بقى الاتفاقيات؟ الاتفاق بيكون بين بلدين، يعني انا بلد وعمر بلد. هقرر ان انا هعمل اتفاق بيني وبين عمر ان لو حصل اعتداء عليا من اي دولة غريبة، عمر بجيشه هيجي يدافع عني، وكذلك الحال لو حصل اعتداء على البلد بتاعت عمر انا كمان بجيشي هدافع عنه. طب من غير اعتداءات ولا حروب، عمر ابتكر سلاح جديد، انا ابتكرت وسيلة دفاع جديدة، هاخد جيش عمر وادربه عندي على الوسيلة الجديدة، وهو هياخد جيشي ويدربه على السلاح اللي هو ابتكره. يبقى الاتفاقية بتكون للمساعدة بين الدول في حالة الحرب أو تبادل الخبرات الحربية والعسكرية. مساعدة بين الدول في حالة الحرب أو تبادل الخبرات الحربية والعسكرية. طيب اديني أمثلة على اللي انت بتقوليه ده. زمان قوي أيام القدماء المصريين الفينيقيين، وأنا قلت لك قبل كده إن الفينيقيين دول سوريا ولبنان وفلسطين، بس أقرب حدود لينا كانت حدود سوريا، يبقى الفينيقيين معروفة دايما إن هم أهل سوريا. الفينيقيين اشتركوا مع بعض، دفعوا مع تحتمس الثالث في معركة مجدو، يبقى دي كده اتفاقية حرب. الفينيقيين مع تحتمس الثالث اشتركوا مع بعض في معركة مجدو علشان نأمن حدود مصر الشمالية الشرقية ونقوي نفوذ مصر في آسيا. كنا عايزين نأمن حدود مصر الشمالية الشرقية ونقوي نفوذ مصر في آسيا، وده فعلا حصل. طب وبالنسبة للمعاهدات أخدناها لما رمسيس الثاني عمل معاهدة مع الحيثيين بطل الحرب والسلام، أقدم معاهدة في التاريخ اللي عملها رمسيس الثاني مع الحيثيين. بالنسبة بقى للدفاعات الحربية، إن إحنا نبني حصون في سوريا ولبنان وفلسطين على حدود فينيقيا. إحنا بنبني الحصون دي عشان ندافع على أرضينا، عشان نحمي حدود الإمبراطورية المصرية. المصريين عملوا قلاع وحصون على فينيقيا، على الحدود مع فينيقيا، عشان نأمن الإمبراطورية المصرية. وكمان في فترة من الفترات لما جالنا الهكسوس بالعجلات الحربية، احنا خدنا منهم العجلات الحربية. ما احنا كده اهو اخدنا دفاعات حربية جديدة، يبقى احنا خدنا من الهكسوس العجلات الحربية. طيب دلوقتي بقى حديثا على مستوى العالم في تواصل سياسي وعسكري بيننا وبين دول العالم. ايوه بص يا سيدي، مصر بتعمل تدريبات عسكرية مع كل دول العالم. لو في سلاح جديد بنتدرب عليه، لو في اختراع لسلاح جديد بنشارك فيه. وعلى مستوى أفريقيا، يعني أنا هتكلم على مستوى العالم وعلى مستوى أفريقيا وعلى المستوى العربي. التواصل العسكري والسياسي على مستوى أفريقيا وعلى مستوى العالم وعلى التواصل المستوى العربي. طيب مصر على مستوى العالم بتعمل مشاركات مع دول كتير، وعلى مستوى أفريقيا مصر شاركت بالفعل في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. إيه موضوع حفظ السلام ده؟ منظمة الأمم المتحدة فيها جزء لحفظ السلام، بتاخد مجموعة جنود من كل الدول اللي بتشارك، وتروح الجنود دي بيبقوا مش من بلد واحدة، من كذا بلد، يروحوا للمنطقة اللي فيها مشكلة أو المنطقة اللي فيها نزاع علشان يحفظوا السلام في المنطقة دي. فالجيش المصري شارك في جيش حفظ السلام بتاع الأمم المتحدة عشان تدعم الأمن والاستقرار في أفريقيا. بعض الدول الأفريقية كانت لسه متخلصة من الاستعمار، كان فيها حرب أهلية، فالجيش المصري شارك مع الأمم المتحدة بقوات حفظ السلام. أهمية قوات حفظ السلام يا ولاد، بتحافظ على الاستقرار بتاع الدولة، بتحافظ على الاستقرار. طب قولي لي بقى على المستوى العربي
على المستوى العربي يا ولاد، جه عندنا وقت مصر وسوريا كان بينهم اتفاقية دفاع مشترك، والاتنين بيحاربوا اليهود في أكتوبر 73، وكل الدول العربية ساعدت مصر وساعدت سوريا في الحرب دي. ودلوقتي مصر والسودان عملوا مع بعض اتفاقية دفاع مشترك علشان يدافعوا مع بعض عن ضد أي اعتداء. أعيدها تاني، التواصل السياسي والعسكري دلوقتي هناقشه من 3 جوانب: علاقة مصر بالعالم، وعلاقة مصر بأفريقيا، وعلاقة مصر مع الدول العربية. على مستوى العالم مصر بتشارك مع دول العالم في أي تدريب عسكري. في أفريقيا مصر شاركت في قوات حفظ السلام ومع الأمم المتحدة علشان تحافظ على أمن واستقرار الدول الإفريقية. مع الدول العربية قدمت لمصر وسوريا مساعدات في حرب 73. مصر والسودان بينهم دلوقتي اتفاقية دفاع مشترك عشان يحافظوا على الأمن والسلام بتاعهم. علشان علاقة مصر تكتمل بالعالم، العلاقة دي الإطار هيكون من خلال وزارة الخارجية. وزارة الخارجية إيه مهمتها أو إيه أهميتها؟ هي بتطور وتقوي العلاقة بين مصر والدول التانية، وبتحمي المواطنين اللي عايشين بره مصر، تحافظ على حقوقهم، تراعيهم، تراعي مصالحهم. يبقى وزارة الخارجية بتعمل حاجتين مهمين جدا: بتقوي علاقة مصر بالدول التانية، وكمان بتحمي مصالح المواطنين اللي عايشين بره مصر، المصريين اللي عايشين بره مصر. وزارة الخارجية بتعمل الكلام ده ازاي؟ من خلال السفارة. مصر ليها سفارة في كل دول العالم. السفارة دي عندنا في بريطانيا سفارة، في فرنسا سفارة، في كل الدول بقى، في الأرجنتين بالمناسبة. قلت ايه تاني تبع الكورة؟ في أوروجواي، في كل دول العالم لينا سفارة. السفارة دي بتقوي علاقة مصر بالدول التانية وبتحافظ على مصالح المواطنين اللي عايشين فيه. احنا كده خلصنا الدرس ده، سهل وصغنن كده وجميل. هستنى الكومنتات واللايك والشير. ما عملتش سبسكرايب هتعمل سبسكرايب. اشوفكم في الدرس الجاي.